مساء الخير عليكم ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. والنهاردة بصراحة راجعة بفيديو تحفيزي شوية، لأن في الفترة الأخيرة بسمع كتير جدا 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 إن الناس زهقانة ومخنوقة، وكل الناس دايما ماشية بتفكر في الفلوس طول الوقت، وفي الظروف طول الوقت، وفي مشاغل الحياة طول الوقت، وإيه اللي بيحصل حوالينا. بس الحقيقة أنا جايلكم النهاردة بالفيديو ده علشان أفكركم بحاجة مهمة جدا، إن إحنا عندنا نعم كتير أوي 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 ربنا أنعم علينا بيها، بس إحنا بننساها مع المشغولات طول الوقت. يعني المسؤوليات ومشغولاتنا في الحياة ومسؤولياتنا تجاه الآخرين وتجاه شغلنا وتجاه عيلتنا، دايما بننسى النعم اللي ربنا مديهالنا. بس لو إحنا كل يوم صحينا الصبح، دي نعمة، يعني نعمة كبيرة جدا. في ناس بيموتوا صغيرين جدا، ولو اي حد دلوقتي بيستراجل او يعني عنده مشكلة او عنده حاجة في حياته مش لاقي لها حل، احب اقولك ان كل حاجة في الدنيا لها حل، وكل حاجة لها وقت. مفيش اي حاجة في الحياة بتفضل زي ما هي. يعني زي المثل اللي عندنا بيقول دوام الحال من محال. فان احنا ما ينفعش ان احنا نفكر ان الحال اللي احنا فيه دلوقتي ده هيتنيه forever. كل حاجة في حياتنا زي سيزن، يعني زي الربيع وزي الصيف وزي الخريف وزي الشتاء. كل فصل له حلاوته وله سلبياته. وكل مشكلة لها سلبياتها ولها إيجابياتها. كل مشكلة بنتعلم منها حاجة، وبنتعلم ازاي نحلها وبأنهي طريقة نحلها، بحيث ان لو وقعنا في نفس المشكلة تاني في المستقبل نعرف ازاي احنا نحل المشكلة دي، لان احنا قبل كده اتعلمنا ان احنا المشكلة دي عدت علينا فنعرف نحلها بالطريقة دي. وغير كده بقى من النعم اللي ربنا مدهنا كتير قوي 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 قوي، النعم الصحة. ان انت تصحى كل يوم، ان انت تكون عندك عيلة، ان انت تكون عندك حد بيسأل عليك وخايف عليك من قلبه مش مصلحة. ان انت تكون مبسوط، يعني انت مبسوط باللي انت فيه، راضي بعيشتك. واهم حاجة في كل اللي انا قلته ده الصحة. لو الواحد فكر في الصحة حقيقي حقيقي هينسى كل مشاكل الحياة. طبعا انا من فترة طويلة كنت دايما بقول لكم على ان عندنا جوزي تعبان وجوزي عيان طبعا المرض مش حاجة سهلة، وانا في فترة مرضه، يعني انا جوزي عيه بالظبط من 2.5 سنين، جاله سرطان. وفي الفترة دي احنا عدينا بمراحل كتير قوي، عدينا بعملية وعدينا بكيماوي وعدينا بكتير، ولسه ماشيين لسه مكملين في الرحلة ما خلصتش. انا كان نفسي اطلع بفيديو عشان اقول لكم ان الرحلة خلصت وان هو اتشافى 100%. بس الرحلة دي بتاعة المرض علمتنا حاجات كتير جدا، احنا الاتنين. علمتنا اول حاجة ان احنا نقدر حياتنا سوا مع بعض. تاني حاجة قدرتنا علمتنا ان احنا نقدر كل لحظة جميلة في الحياة عامة. علمتنا ان احنا لما يكون قدامنا فرصة ناخدها، فرصة هتفرحنا، يعني ان احنا هنسافر، ان احنا هنخرج، ان احنا هنتغدى مع بعض برا، ان احنا اي حاجة، هنتفرج على فيلم سوا. كل اللحظات دي اتعلمنا ان احنا نقدرها، لان هي غالية، هي موجودة دلوقتي، ممكن تكون مش موجودة بعد اسبوع او مش موجودة بعد شهر. فيا جماعة أنا النهاردة طالعة والله العظيم علشان أقول لكم إن الصحة أهم من الفلوس، وأهم من البيوت، وأهم من العربيات، وأهم من كل حاجة في الدنيا. الصحة دي نعمة كبيرة جدا 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 جدا. اللي عنده صحة لازم يقدرها، واللي عنده مشكلة، يعني اللي عنده صحته ما شاء الله ربنا منعم عليه بالصحة وعنده مشكلة في حياته، لازم تحمد ربنا على كل النعم الأول، والمشكلة دي أكيد هتنحل، مش آخر الدنيا. يعني حتى الناس المريضة أو بيبقى عندها مرض صعب زي السرطان أو زي أي مرض تاني صعب، بيبقى عندهم أمل إن هم يخفوا، فبيبقوا عارفين إن دي مشكلة، وحتى لو هم مش ما عندهمش ضمان بس عندهم أمل، يعني دايما عندهم الأمل. فخلي عندك أمل إن المشكلة وقتية، في وقتنا بس ده، في الموسم ده، وهتخلص. وربنا دايما بيقول اسعى
وطول ما احنا بنسعى ربنا بيدينا اللي احنا بنسعى عشانه في الآخر، سواء بقى الموضوع بياخد سنة، سنتين، 3، 4. فأنا في الرحلة بتاعتي اللي هي بتاعة المرض بتاعة جوزي اتعلمت كمان الصبر، واتعلمت ان انا احمد ربنا، اتعلمت ان كل حاجة في الحياة خير، كل حاجة في الدنيا ربنا بيديها لنا خير. اتعلمت ان المرض خير. ممكن يكون في حد تاني بيسمعني وبيستراجل ان هو عنده المرض ويقولك مثلا انا مش انا اللي عندي المرض فمش حاسة. انا حقيقي والله العظيم انا عايشة مع مريض سرطان بقالي داخلين على 3 سنين، وكل حاجات هو بيمر بيها تقريبا انا بمر بيها، بس الفترة دي قوتني، خلتني قوية، اقوى من قبل بكتير. خلتني كل ما افكر ان انا انكسر لا ان انا ابقى اقوى. خلتني افكر في اللحظات اللي ببقى فيها ضعيفة، بتبقى بحس ان هي اللحظات اللي هتقويني بعد كده. وكانت خير من حاجات كتير. يعني انا مش هقدر اتكلم على ديتيلز إيه اللي انا حسيت فيه ان هو خير، بس هو خير لان ربنا لما بيدي لحد مصيبة اكيد بيخليه يستحملها، وبيخليه يشوف جنب المصيبة دي بعين. يعني انت بتشوف بعينك حاجات كتير قوي جنب المصيبة دي حلوة، بحيث انك تقدر تعدي وتقدر تستحمل، وتقدر ان انت تبقى قوي، وتقدر ان انت تبقى قد اللي انت فيه، وتقدر ان انت تعدي المرحلة الصعبة في حياتك. فصدقوني كل حاجة في حياتنا مسألة وقت، حتى الحزن مسألة وقت. ساعات لما بنفقد شخص في حياتنا او حد عزيز علينا، احنا بنبقى زعلانين قوي 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 في اول يوم، تاني يوم الزعل بيقل شوية، احنا مش بننسى الشخص ده، بس الزعل مش بيتنيه بنفس الدرجة طول الحياة مدى الحياة. هو ده اللي انا عايزاك تفتكره، انتي او انت. فخليكوا اقوياء، والمشكلة اللي عندك دلوقتي صدقني هتنحل، هيجي وقت وهتنحل، سواء النهاردة، سواء بكرة، سواء بعد اسبوع، سواء بعد شهر. بس دايما لازم نفتكر ان احنا نحمد ربنا على النعم اللي عندنا. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.